السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر دايما يا رب. معانا النهاردة طريقة عمل البسكوت يا أمارات بطريقة سهلة وبسيطة من غير بيض وطعم روعة. هنشوف المقادير مع بعض. معانا 3 كيلو دقيق، كيلو سكر، كيلو ونص زبدة، كيس بودر فانيليا، بشر برتقال، عصير برتقال، نشادر، وجوز الهند. هنجيب الزبدة ونضربها بالمضرب لكيلو ونص زبدة مع 3 كيلو دقيق. نضربها كويس لغاية ما تبقى زي الكريم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. دي أهم خطوة في النواعم بتاعت البسكوت وضرب البسكوت. ضرب الحاجة كويس جدا بيساعدك تخلي البسكوت هش كده جميل. دي جبت شوية برتقال في كوباية عشان أجرب النشادر الأول. معايا اللي هي الازازه بتاعه الفانيليا، جبت الغطا بتاعها معيار اهي زي ما انتوا شايفين. الغطا اهو مليان وحطيته في الكوبايه. شفت الفوران عامله ازاي؟ لو فرت كده تبقى هي الحمد لله نشادر كويسه. كوبايه على الخليط. اضرب تاني. شايفين الزبده بقت عامله ازاي؟ كريم ازاي؟ دي اهم خطوه. قلت تاني اهم خطوه بالذات في النواعم. معلش. شايفينها بقت عامله ازاي؟ يعني نحط بقيه المكونات. دي جوز الهند، دي كوبايه وطحنتها، والسكر. وبرده في خطوه مهمه، السكر لازم يكون مطحون قوي، ناعم قوي. تمام. وادي الفانيليا نفس الغطا. كوبايه اللبن مكان البيض، اللبن ده. وادي بشر البرتقال، بشره قوي ناعمه زي ما انتوا شايفين كده. عاملاها في المطحنه. ايه ده يا ماما؟ ايه ده؟ هنضرب تاني. معلش انا عمال كنت انا بعمل وبصور كمان. انا كنت بصور نفسي التصوير. معلش بقى. هضرب تاني. شايفين الزبده عامله ازاي؟ انا عاوزاها كده. انا معاكم خطوه بخطوه اهو. جربوا طريقه البسكوت هتعجبكم قوي. حتى في ناس تسافروا ازاي في البسكوت من غير بيض. فجربوا الطريقه دي وشوفوا وبعتلي في تعليقاتكم. حط الدقيق. ماما يا ماما، ماما يا ماما، ماما يا ماما، أزمن حاطه كيس البودر مع الدقيق يا ماما. خلطاه في بعضه اهو عشان ما تنسوش. ابدا اعجن بقى، او مش عجن، الم الخليط مع الدقيق. هتقولوا الدقيق كتير، لا ده مش كتير، ده حجم العجين لسه. كانت الخلطه تحت، الخليط كان تحت، لسه بجيبه اهو. هتشوفوا جاي اهو. اهو شايفين. هبدا بقى بعصير برتقال. وعلى فكره عصير برتقال اللي انا عاملاه يدوي ومصفيه كمان عشان لو في قشره او في اي حاجه يبقى مصفي، يبقى زي الفل اهو. هبدا بقى الم العجين. شايفين العجينه صفرا وجميله ازاي؟ هدول السكر قليل على 3 كيلو، لا كيس بجيب كيس كده كامل واطحنه احطه، بيبقى جميل، بيبقى السكر بتاعه مظبوط وجميل اهي. بعد ما عجنت شفت العجينه عامله ازاي؟ شايفه مفيش حاجه اهو تحت. خلاص في الصينيه. شايفه
المكنة. شفت البسكوتة طالعة عاملة ازاي، مسوية وجميلة ازاي. ما ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، ماما، طب وعاوزة انت تعليقاتكم بسكوتة؟ الجميلة. ماما تاكل اللي حابة، هتاكل عينة وتاكل بس حابة هتاكل عينة. تفعيل الجرس، لايكات، عاوزة لايكات. بعد ما اهي وانا بخبز اهو، شايفين درجة الحرارة عاملة ازاي. البسكوت بالذات عاوز نار هادية جدا. شايفين البسكوت بعد ما خبزته، شايفين طلع عامل ازاي، رقيق ازاي وجميل. مقولكوش في الطعم بقى روعة. بعد ما خبزته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.